فيديو النهاردة من أحلى الأكلات اللي أنا بحب أعملها دايما في البيت، وكمان بتطلب مني أوردرات كتير. هعمل معاكم النهاردة محشي الكرنب بالستيك المشوي في الفرن. طريقة سهلة بسيطة جدا، الطعم تحفة بجد. شوفوا معايا الطريقة وهتلاقوا بقى ايه اللحمة كده دايبة مع الكرنب، سواها حلوة قوي، مديالها كده تشويحة قبل ما نحطها بزبدة فلاحي. بصوا أكلة من الآخر ملهاش حل، تشرف أي عزومة. شايفين اللحم مستوية ودايبة ازاي، ولونها كمان حلو جدا، مش محروقة. السوا بتاعها مظبوط، الكرنب نفسه السوا بتاعه حلو قوي. طعمه في الفرن حاجة تانية خالص غير البوتاجاز زي ما قلت لكم. يلا نشوف الطريقة على طول. بس طبعا متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب او اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واول خطوة هنبدأ بيها في الاكلة الجامدة بتاعتنا وهي خلطة المحشي او تسبيكة المحشي. خلطة المحشي احلى ما فيها ان البصل يكون كبير شوية ويكون متقطع على الايد كده، مش الكبة. انا بحب دايما خلطة المحشي يكون البصل ظاهر فيها شوية. هتصفر معايا هروح نازله بقرن فلفل رومي او حامي حسب الرغبه. اول ما تحمر معايا البصلايه وتدينا اللون الذهبي ده، هنزل بالبهارات بتاعتي عشان اشوحها وتطلع الريحه بتاعتها. فلفل اسود، ملح، كمون، كزبره، ما بحطش اكتر من كده، طبعا الشطه اختياري. هي دي كل البهارات بتاعتي، ما بزودش اي حاجه خالص. تقلبتين كده، وكنت بعمل صلصه طماطم، كنت لسه مشلتهاش في التلاجة، كنت لسه بسبكها. خدت منها شويه طماطم زي ما انتوا شايفين، ما خدتش وقت في التسبيكه خالص. هسيبها شويه على نار هاديه لحد ما اسلق الكرنب. اول حاجه جبت الكرنبايه، قطعت كل الورق الخارجي ده وشلت الراس بتاعه، وبعد كده هاخدها على الحوض واغسلها الاول قبل ما اسلقها. في الوقت ده كنت حاطه حله فيها ميه وملح وكمون على النار تغلي لحد ما اغسل ورق الكرنب كله. دي خطوه مهمه جدا ان احنا نغسله قبل السليق بالشكل ده كده. والميه اللي عندي كمان غليت، اللي هي فيها ملح وكمون، خدت عليها ورق الكرنب بسلق حوالي 3-4 دقايق كده. اول ما الاقي الورقه طرت معايا بطلعها على طبق كده فيه ميه، بحط دايما طبق فيه ميه جنبي، ميه ساقعه، عشان اوقف عمليه السليق على طول. لو هنشيله في الفريزر نطلعه ني شويه. وبالشكل ده كده سلقت كل ورق الكرنب معايا، وهبدأ ان انا اقطعه. بقطع الراس اللي فوق ديت واقطعه التقطيع اللي انتوا شايفينها دي، الحجم ده طبعا زي ما انتوا عايزين. كل ده والتسبيكة بتاعتي انا بسويها على نار هادية. بعد كده هبدأ اتبل شرايح الستيك معايا تتبيلة بسيطة جدا. هحط شوية ملح، فلفل اسود، معلقة صغيرة، رشة جوز الطيب ودي اختياري، تقدروا تحطوا ملح وفلفل اسود بس او 7 بهارات زي ما انتوا حابين. هتبلها كده على طول. وعندي بقى ايه طاسة او جريل، هحطها على النار مع معلقة زيت، وهبدأ ان انا اول ما تسخن انزل بشرايح اللحم فيها. لازم تسخن كويس جدا وانزل بشرايح اللحم على طول، يعني هتاخد كده ايه تشك او لون كده من الناحيتين. هحط بقى فصوص توم توم سليم، وهحط فصين حبهان، وكمان معاهم روزماري فريش بيدي نكهة حلوة قوي. وبعد كده هنزل بمعلقة زبدة صغيرة بتدي برضو طعم حلو قوي، دي كمان اختياري. هخلص بقية الكمية بنفس الطريقة. انا ما بسويهاش قوي، انا مجرد ان انا بديلها لون بس، تحمير بسيط كده. هي كده كده هتكمل سواها مع الكرنب في الفرن. هنا عندي بقى كنت غاسله الخضرة بتاعتي، هقطعها. هي شبت وكزبرة وبقدونس، خضرة المحشي العادية خالص. والتسبيكة بتاعتي كمان كنت طفيت عليها النار وغسلت الرز بتاعي وحطيت عليه التسبيكة، ريحتها رهيبة. التكة دي بقى بتبقى حلوة قوي في المحشي. خرطت بصلايه على ايديا، قطعتها على ايديا مع رشة ملح وفلفل اسود وهي سليمة كده. حطيتها بقى على الرز والخلطة بتاعتي، واحط شوية خضرة واقلب كل الخلطة الجميلة دي مع بعضها. ونبدأ بقى نحشي احلى كرنب في الفرن. حقيقة يا جماعة التسوية في الفرن مختلفة خالص، لما جربتها عجبتني اكتر كتير من المحشي على البوتاجاز. شايفين بقى كمان الخلطة بتاعت الرز لونها احمر ازاي، معنى كده ان هي اتسبكت حلو جدا، ومطلعه كمان ريحة رهيبة بجد. انا عارفة كلكم اساتذة في المحشي، بس انا حبيت يعني ان انا اقول لكم طريقتي. هحط بقى في الطاجن او الصينية اللي انا هعمل فيها طماطم، جزر، ممكن تحطوا بصل او بطاطس من تحت كده، بيدي شكل حلو، بيدي برضو طعم حلو. هرص بقى شرايح اللحم بالطريقة دي، وهلف المحشي بتاعي على طول كده. انا هنا بقى كنت المفروض اقطع الورق وارصه، لكن انا كنت مستعجلة جدا، فاخدت الورق بالشكل ده وابدأ الف وارص على طول في الصينية.
بصوا انتوا هتلاقوا الصوابع بتاعتي صغيرة غير يعني المتعارف عنها، بتبقى الصوابع كبيرة شوية، لكن انا بحب دايما الحجم ده. وبكده اكون رصيت الصينية كلها زي ما انتوا شايفين. نحط بقى معلقة زبدة كده على الوش، وهسقيه شوربة. مرقة اللحمة اللي انا كنت لسه منزلاها في فيديو، كنت شايلاها وعملت عليها المحشي. هنحط بقى الشوربة نسقيه بالطريقة دي، ما بنوصلش الشوربة للاخر، وبنسيب مسافة دايما لان لسه الرز هيزيد شوية. وكمان معلقة الزبدة دي اختياري، يعني اللي مش حابب خلاص ما يزودهاش. وبعد ما سقيت المحشي هلف بورق فويل وهدخله في الفرن، كنت مسخناه في الوقت دوت. اول ما يغلي معايا هوطي الفرن على الاخر واخليه في الرف اللي في النص. شايفين بقى الجمال والحلاوة اول ما طلع؟ شايفين لونه نفسه عامل ازاي؟ تسبيكة مظبوطة، الخلطة بصوا كل حاجة فيه مظبوطة بالملي. ده لسه كده مخرجاه من الفرن، وشايفين البخار بتاعه طالع عامل ازاي. نقلبه بقى عشان اوريكم اللحمة مستوية ازاي، حلوة قوي قوي من تحت. وادينا كده قلبناه. بصوا بقى شايفين زي ما قلت لكم، ممكن تحطوا بصل، بطاطس، اي حاجه من فوق مش هتفرق. ممكن ما تحطوش حاجه خالص برضو مش هتبقى وحشه، يعني عادي خالص. الخضار اللي من تحت ده اختياري. شايفين بقى اللحمه دايبه ازاي؟ هي كانت سخنه قوي فما كنتش عارفه امسكها. بصوا بتتقطع بكل سهوله. المحشي مستوي حلو قوي مفلفل، اكله في منتهى الجمال. جربوه بالطريقه دي، ولو عجبكم ابعتولي في الكومنتات، وطبعا اللايك والشير والسبسكرايب او اشتراك لو عجبتكم الوصفه.